أهلا وسهلا فيكم يا صبايا، طمنوني عنكم شو الأخبار؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وإنتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد، وفيديو اليوم كتير حلو ومميز. اليوم يا صبايا في حفلة بالحديقة، حتكون الحفلة بمناسبة كشف جنس البيبي لمرت أخوها لرفيقتي. فوالله قالوا لي إنه تعي ياسمين خلينا هيك نعمل أجواء، وعزموني يعني على الحفلة. فوالله يا صبايا وأنا ما كذبت خبر، مباشرة دقيت حالي ورحت. على فكرة أنا أول مرة بحضر يعني هيك حفلة وهيك أجواء، وقلت بهاي المناسبة كمان رح أخذكم معي لصور لكم الأجواء والفعاليات يلي رح نعملها مع بعض. فيلا يا حلوين خليكم معي وتابعوا معي الفيديو للأخير. ما تنسي إذا بتشوفيني لأول مرة تشتركي بالقناة، فعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد أنا عم نزله. وأكيد يا صبايا ما تنسوني من اللايك، وناطرة كل تعليقاتكم الحلوة. خلونا نسمي بالله ونبدأ بالفيديو مع بعض. وهيك يا صبايا وصلنا للحديقة. يلا يا شاطرات بنات العين يكتبوا لي هاي الحديقة وين، شو اسمها بسرعة. فوالله يا صبايا وصلنا الحديقة وما شاء الله يعني كان في عالم كتير، يعني رحت تقريبا كانت الساعة 5:30 بهالحدود. فوالله يا صبايا ما شاء الله العالم كله بالحدايق، لأنه الجو كتير حلو، ويعني كان يوم جمعة كمان. فوالله أول ما وصلنا قعدنا هيك شربنا قهوة وبلشنا نظبط بقى الأمور وساعدهم بترتيب الزينة. فما شاء الله كانت جايبة أشياء كتير حلوة، البالونات وهذا الستاند يلي راح يعملوا فيه الفعاليات. وعن جد كانت الأجواء جدا حلوة، كلياتنا تساعدنا وعلقنا البوالين. بدي اياكم كلكم تكتبوا لي بالتعليقات صبايا الله هيك يتمم لها على خير يا رب العالمين، واكتبوا لنا شو بتتوقعوا صبي ولا بنت قبل ما تشوفوا النتيجة. فهيك يا صبايا مثل ما عم بتشوفوا حاولنا انه نعلق الزينة بطريقة يعني تكون مرتبة وحلوة. علقنا البوالين بين الشجرة وعمود الكهرباء، عن جد طلعوا كتير حلوين. وحطينا الستاند كمان. هلأ بداية أنا كنت متوقعة بنوتة، بس بعدين غيرت رأيي وقلت لا صبي. ليش يا حذركم غيرت رأيي؟ انتوا انتبهوا بالفيديو بتعرفوا ليش. شو هي الجي يا دعاء؟ بعرف كيرو بوي. احذري اسم الصبي يا الصبي، اسم البنت. ما حذرتها والله. يا جواد يا جوري. يا جواد يا جوري. هاي كمان فيهم. الأولاد أقل من يلا مريم ولد جوري. هاي ولد. هاي انت ولد. ولد. إسراء ولد. أنا ولد. ياسمين ولد غيرت رأيها. ولد. جاتي. هيك يا صبايا مثل ما شفتوا الأجواء كانت جدا حلوة، كتير انبسطنا. وشفتوا كيف طلع صبي. الله هيك يتمم له على خير يا رب العالمين، ويقومها بالسلامة. وإن شاء الله يا رب هيك بتفرح بشوفته، ويجعل لها من الذرية الصالحة يا رب العالمين. هاد أي واحد هذا أحسن. هذا كيلو، هذا فقط. يلا
طيب. فاتت لعندي لهون، شمت الريحة عم بطبخ. يمي بس سخنة، حتقدر تاكلها؟ شمت ريحة اللحمة يا قلبي، والله سخنة. يي ما شاء الله. بدي اشيل الشحمات. ما قدرت، سخنة. استنى سخنة، ما قدرت تاكلها. خليها تبرد، حط لها اياها برا. شايفين شمت ريحة اللحمة. اعمل شاكرية. هلا هون يا حبيباتي عندي الحيط. ابني من بعد ما اشترى السكوتر، وقت اللي عم يطالعه بيدخله هيك بيصب لي الحيط، فصار منظره مو حلو، في بقلبه هيك بقع سوداء. فقلت والله بدي اجرب اني اروحهم بهاي الليفه. فوالله يا صبايا ما شاء الله عن جد راحوا. هلا في كم هيك بقعه ما راحت، انه يكون الحيط يعني مقحوط، مشان هيك ما بيروح. اما باقي الاشياء والبقع والهي كله راح. فهاي الليفة عن جد صبايا الليفة السحرية، يعني مو طبيعية. كتير عم بستخدمها بالبيت. كل ما بشوف هيك مثلا الحيط عليه اي بقعة، اي شخبوطة، اي شيء، مباشرة هيك بصير بروحهم فيها، ومثل ما عم بتشوفوا يعني بيروح بنسبة كتير كبيرة يعني صبايا. فعن جد كتير كتير هيك فايدتني بالبيت، وكتير عم بستخدمها وبنصحكم فيها. هلا اكيد بتلاقوها مثلا موجودة على BCM، موجودة بأمازون. هلأ يا صبايا عندي هاي آلة سلق البيض، مثل ما عم تشوفوا متوسخة وما عم تنضف معي يعني. فبدي احط لها خل وكربونات الصوديوم وشغلها، خليها هيك تغلي منيح، وحاول انه بركي بيروحوا ان شاء الله. فصبايا عن جد هاي شو مبسوطة فيها، وقديش يعني وفرت علي وقت، وقديش سهلة. صار لي فترة يعني طويلة مشتريتها، يمكن صار لي 5-6 شهور عندي. فصبايا عن جد بتجنن، رائعة، كتير كتير حلوة. هاي يعني بسلق فيها البيض، بتشتغل بشكل يومي تقريبا، كل يوم شغلها وقت بدي يعني يروحوا الولاد على المدرسة، فبسلق لهم البيض فيها. وصبايا بتعيروها مثل ما بدكم البيض هيك يضل ني شوي، بدكم اياه مستوي على الاخير او نص نص، حسب انتو شلون بتحبوه. بتعيروها وكتير سهله، بس هيك انه بتحطوا البيضه فيها وبتسكروها. وما شاء الله صبايا عن جد كتير فايدتني بالمطبخ جدا جدا. وعلى فكره ما بيجوا كتير غاليات، يعني انه اسعارهم رخيصه، وهي حسب نوعها كمان. فوالله يا صبايا عن جد ممتازه، وبنصحكم فيها، كتير كتير حلوه.
فوالله يا صبايا مثل ما انكم شايفين هلا اول مره وقت حطيت الخل فيها ما نطفت منيح، يعني حسيت انه لسه بدها، فرجعت ضفت خل مره تانية وكربونات الصوديوم، ورجعت شغلتها مره تانية وحاولت ارجع انظفها والله يا صبايا وافركها كتير منيح لحتى بلشت انها تنضف شوي شوي. هلا هي نطفت وصارت انه تلمع بس ما نطفت 100%، يعني لسه فيها هيك شوي بقايا. فقلت يلا مو مشكلة، برجع تبقى بعد كم يوم برجع بعمل لها يعني نفس الشي، برجع بحط خل كربونات الصوديوم وخليهم يغلوا وبرجع بفركها، اكيد حيروح تماما. وهيك صبايا مثل ما عم تشوفوا هاي النتيجة بالأخير، بتحسوا يعني رجعت لها اللمعة، نطفت بس مثل ما قلت لكم ما نطفت 100% مثل ما كان بدي. فإذا عندكم مثلا طريقة تانية ممكن إنه تفيدني يا ريت تكتبوا لي إياها في الكومنت. ولهون يا صبايا كمان بنكون وصلنا لآخر الفيديو، إن شاء الله يا رب تكونوا حبيتوه تكونوا تسليتوا معي. ما بدي أذكركم صبايا إذا عم تشوفوني لأول مرة مو مشتركين بالقناة، بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتدعموني على هذا الفيديو بلايك، وأكيد ناطرة كل تعليقاتكم الحلوة. ويلا إن شاء الله بشوفكم على خير، مع السلامة.